السلام الدراري ديال ايغو. ما كاينش شي واحد ما بغاش يكون عنده جسم جذاب وزوين، واليوم جبت لكم افضل طريقه باش تاخذ استاتيك بادي. شنو هو الاستاتيك بادي؟ هو واحد الجسم ضعيف وعضلي بواحد النسبه متوازنه، ماشي كبير بزاف، حنا ما بغيناش نبانو بحال الناس ديال البادي بيلدينغ، وماشي ضعيف بزاف، جا في الوسط، جسم زوين وكيلفت الانتباه. ابرز العضلات اللي غنخدموهم هما الصدر والكتاف، العنق واللاتس واليدين، باش ناخذوا فورمه بحال في اي كتاف عراض والخصر رقيق. ودابا قبل ما ندخلوا في التمارين اللي غادي نديرو، خلينا نشوفوا النقاط الاساسيه باش تكتسب جسم جذاب. وببساطه داوم على التمارين ديالك، ماشي سيمانه ولا تقول غادي نديفلوبا. ونبداو بالحصات ديالك وسط لاصال، ما تمشيش تقلب على روتين معقد. شوف انت الروتين اللي غادي ترتاح فيه ويناسبك. حاجه اخرى، فاش تحس بالثقل اللي كنتي كتلعب به ولا كيجيك عادي، حاول تزيد الوزن ولا تزيد الريبيتيسيون باش تعطي الميسك الحقه، وتريني حتى توصل للفشل العضلي. وما نساوش الكارديو، عارف بزاف منكم ما كيعجبوش، ولكن راه ضروري. ندوزو للدايت ديالك، بلا ما تقول خاصني ناكل هادي ونشرب بروتين وكذا. انت الصات ما باغيش تشارك في مسابقه، يكفي تاكل ماكله نقيه وفيها كميه بروتين مناسبه، وتجنب السكر وتشرب الماء. ندوزو للراحه، ورا الراحه ما كتقلش اهميه على المشي لاصال. راه ما يمكنش ليك تبني عضلات بلا راحه. ودابا منين فهمنا النقاط الاساسيه في كيفاش تاخذ استاتيك بادي، ندوزو للتمارين اللي خاصك تركز عليها. ونبداو بالتمارين ديال الرقبه، بما انها هي الجزء من الجسم اللي كيبان ديما، فراه الا عندك رقبه عريضه تبقى تبان مهيب اكثر. وما نساوش الكتاف، الا كانوا عندك كتاف مقادين فراك تقريبا خديتي الاستاتيك بادي. كنصحكم بهذا التمرين اللي كيستهدف بزاف ديال العضلات من غير الكتاف والدراوع والصدر. دوزو للظهر، ما يمكنش تاخذ جسم جمالي الا ما كانش عندك ظهر عريض، والبارفيكس من بين احسن التمارين اللي دير لك الفرق في ظهرك. بدا غير بالوزن ديال الجسم ديالك، من بعد بقى كتزيد تقل تدريجيا باش تاخذ فورما في. وندوزو للصدر، ما تدويش على الاهميه، حيت الصدر هو الحاجه الاولى اللي كتبان فيك، واحسن تمرين تخدم به هو التراكسيون بجميع انواعه. بحال البارفيكس حتى هو لعب بالوزن ديال الجسم ديالك، مع الوقت بقى كتزيد تقل شويه بشويه. وندوزو لليدين، ركز معايا على اليدين حتى هما كيعطيو جماليه للجسم، تبقى تعطيهم هاد التمرين باش يبرزوا لك العروق وكذا، تزيد الجاذبيه ديالك. واخيرا وصلنا لمحبوبات الجميع، الابس. عليك بهاد التمارين اللي غادي يشرقوا لك السيكس باك. هنا نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو، وتبع هاد الخطوات اللي عطيتك وغادي تخرج بجسم زوين ومهيب. وهذا ما كان. تهلاو.